طيب للسادة المشاهدين هيكون معنا عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الكابتن وسيادة اللواء صبري سراج. سيادة اللواء أهلا بحضرتك. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك. مع حضرتك احمد الطيب معلق قناة النهار. سيادة اللواء بالضبط الموقف نعرفه من حضرتك بعد اذنك. هو المراقب المباراة ما شاف العدد الكبير بتاع الاعلاميين والامن اللي موجود فافتكر ان هم جمهور. تمام. فطلب باخراجهم وان يبقى العدد بس 10 عاوز 10 من الاعلاميين فقط والباقي كله بره. المراقب ده اول مره عرفنا ان هو اول مره يطلع مراقبه، يعني اول مره يبقى مراقب مباراه، فتقريبا خبرته يعني في عمليه مراقبه المباريات بسيطه. واتحلت المشكله، خرجنا له الناس كلها وخلاص وحددنا المباراه. سيادة اللواء هل معروف من قبل المباراه ان المطلوب يكون 10 فقط الموجودين ولا العدد اكتر من كده، ولا الزمالك ما كانش يعرف العدد المفروض حضوره قد ايه؟ ما حضرتك انت لو قلت 10 اعلاميين فقط طبعا انا ما اعرفش العدد محدد ولا لا من قبل الاتحاد. لا بتكلم على المسؤولين من نادي الزمالك، ما بتكلمش على الاعلاميين. لا لازم ارجع، انا ما اعرفش طبعا لان انا مش منظم، ما اعرفش العدد كام بالظبط بالنسبه للاعلاميين. اصل انا كنت شايف حضرتك بتكلم حد قاعد على كرسي معين هيقعد عليه احد المسؤولين في نادي لا ده نائب رئيس النادي افريكا سبورت. ده نائب الرئيس، ويعني الناس لطاف جدا وناس مهذبين ما عندهمش مشكله، يعني الناس قالوا لك احنا ما عندناش مشكله. تمام. لكن الحمد لله مرت الامور على خير ويستأنف في اللعب. الحمد لله مرت الامور على خير ويستأنف في اللعب، خلاص ما فيش مشاكل. هيستأنف في اللعب، وحضرتك يمكن شايف دلوقتي الفريقين نزلوا موجود. تمام. بالتوفيق يا ست لواء ان شاء الله. ان شاء الله ما فيش ازمه، هو عملها ازمه من غير لازمه يعني. وانا برضو سألت مراسلنا شادي، قال لي ان فعلا عدد الاعلاميين كان كتير، وقال ان هم قعدوا في مكان غير المخصص ليهم ونزلوا على المقصورة بدل مكانهم العلوي شوية. فقد يكون ده برضو من الاسباب اللي هو شعر ان في عدد غير مناسب، قد يكون. ايوه. نشكر حضرتك. شكرا.